دخل عليا في المطبخ وشافني وانا بسلق الكوسه والموز في اللبن، بقى واقف مصدوم بيقول لي نفسي اعرف ايه اللي جاب القلعه جنب البحر، هو ايه مودي على فين؟ عايزه اقول لكم يا بنات ان انا عملت اختراع بجد فظيع. الراجل ما كانش قادر يصبر، عايز يعرف انا هعمل ايه، قلت له بس اصبر بس، وفي الاخر بجد صدمته من النتيجه والطعم. تعالوا بقى نشوف الفيديو بتاعنا النهارده، بس يا ريت بقى قبل ما نبدا نسمي الله ونصلي على رسول، واكتبوا لي بتتابعوني من اي بلد. انا كان عندي كام واحده كوسه كده في التلاجة، طلعتهم علشان استخدمهم في الوصفه دي. الولاد نفسهم فيها، وجيت اطلبها لقيتها ب 150 جنيه، قلت لهم عينيا الاتنين هعملها. ورحت مطلعه الكام كوسه اللي في درج التلاجة وقلت اعملها لهم من نفسهم. ما انا مش هخليهم يبقى نفسهم في حاجه هي عشان ما هي غاليه مش هنجيبها يعني. لا، هعملها بالبديل برضه. نضفت الكوسه كده زي ما انتم شايفين، كحتها كده بالسكينه علشان تبقى لونها اخضر حلو كده، بس ما بوصلش للحته البيضه يعني. بصوا، حاجه بسيطه كده من على الوش بس. وغسلتها كويس وبعد كده بشرتها بالمبشره. دول 5 وحدات كوسه، او تعتبروا تقولوا نص كيلو كوسه. تمام اهو. عندي كمان 3 صوابع من الموز. طبعا انتوا شايفين القشره بتاعتهم لونها غامق، لان انا بعد ما غليت اللبن، انا جايبه كيلو لبن بلدي غليته، وبعد كده حطيت فيه الموز، يعني غسلته من القشره اللي بره كده ورحت سقطاه شويه في اللبن، ياخد بس غلوه واحده كده في اللبن، علشان انا عايزاه يستوي ويطرى من جوه. لو انت عندك موز مستوي فخلاص استغني عن الخطوه دي. انا حاطه كده لتر لبن على النار اهو. طبعا انا كنت غلياه قبل كده. ضفت عليه كوبايه الا ربع من السكر، والسكر هيكون حسب الرغبه زي ما انت بتحبي بقى الحاجه، يعني اظبطيه على حسب الطعم اللي انت بتحبيه. هنزل بعد كده بقى بالكوسه والموز اللي انا مقطعاه، وكيس او كيسين من الفانيليا، وهنقلبه كده ونسيبه يغلي غلوتين 2 بس مش اكتر. هاخد بقى بعد كده 4 معالق نشا كبار في طبق كده، واحط عليهم شويه لبن ساقع او شويه ميه ساقعين شويه صغيرين كده بس ندوبهم. وهننزل بقى على الخليط ده بالنشا ده كده، نسيبهم بس يغلوا كده غلوة كده مع بعض وخلاص. على كده هناخد بقى كل ده كده في الخلاط، هناخد شوية بشوية كده نضربهم، وبعد لما نضربهم بقى هرجعهم تاني في الحلة. الأفضل إن احنا نسيبه لحد ما يبرد خالص وبعد كده نضربه في الخلاط، عشان بس الخلاط ما يبص. كده انا رجعته تاني اهوت زي ما انتوا شايفين بعد ما نضرب في الخلاط. هنسيبه بقى على النار كده لحد ما يغلي، وتخلوا بالكم علشان هو بيفور، لان الموز بيبقى عامل فوم كتير كده. لو حسينا ان هو محتاج معلقه نشا تاني ممكن يديله معلقه نشا تاني. عايزه اقول لكم بقى يعني كده عملنا مهلبيه الكوسه بالموز، طعمها اقسم بالله فظيع. هتقولوا لي يا رشا ازاي كوسه مع موز ومهلبيه ايه وايه القرف ده؟ عارفه ان في ناس كتير هتفتكر ان هو عك، بس والله العظيم طعمها حلو جدا جدا جدا، ومش باين فيها طعم الكوسه نهائي. ولادي كانوا نفسهم في المهلبيه بتاعت الافوكاتو بالموز. طبعا الافوكاتو غالي جدا، يعني انتوا عارفين ان هو ب 120 جنيه الكيلو. انا بصراحه ما جبتوش من ايام ما كان ب 60 جنيه، فما اعرفش سعره دلوقتي، يعني اكيد معدي ال 150 جنيه ولا ال 100 جنيه، ما اعرفش بكام، بس يعني هو انا عارفه ان هو غالي. فليه ان انا ما اعملش البديل في الظروف دي؟ وكمان هما ما بيرضوش ياكلوا الكوسه نهائي، فرحت مقرره كده ان انا هحطها لهم في المهلبيه دي. عملتها بالموز، ولا اخدوا بالهم ولا عرفوا ان هي فيها كوسه خالص غير بعد ما اكلوا. فاجئتهم بقى بعد كده. طعمها جميل جدا جدا. زينت كده بالفراوله زي ما انتم شايفين، وشويه بالفستق الكداب اللي احنا عاملينه. لو عايزين تعرفوا طريقه الفستق الكداب هتلاقوه برده موجود على الصفحه، او ممكن تزينوها بحلقات من الموز كده مع صوص الكراميل، جميله قوي قوي بجد. وممكن كمان تعملوا شويه صوص فراوله وتزينوا بيهم. بجد دي انا جربتها بقى بعد ما قفلت الكاميرا، كانت فظيعه. انا ما كنتش متخيله ان هي تعجبهم قوي كده وتعجب جوزي بالطريقه دي. والله العظيم لو جربتوها هتدعولي. هستنى رايكم واستنوني في فيديو جديد.